أكيد أنت سمعت عن التأمل ولو لمرة واحدة في حياتك، من مشاهير عرب لمشاهير أجانب وناس أنت بتحبهم وبتتابعهم من بتوع تطوير الذات بيحكوا لك عن قد إيه التأمل ده مفيد، وعن إزاي غير حياتهم من شخص فاشل أفكاره مش مترتبة لشخص ناجح أول ما ابتدى إنه يتأمل. بل كمان في ناس بتربط نجاحها المادي في الحياة وتقول إنه سببه هو التأمل. رحت إنك تدور على التأمل وإنك إزاي تتأمل عشان عاوز تنجح زيهم وتكون إنسان ناجح، وفيديوهات كتيرة وعرب وأجانب بتعلمك انه قد ايه التأمل ده مفيد فعلا للإنسان. فخلينا نشوف أولا فوائد التأمل عشان نعرف هل التأمل فعلا مفيد زي لما الناس دي بتقول ولا كلام فاضي. وزي ما موضح قدامك انه التأمل بيساعد فعلا على الاسترخاء وبيقلل التوتر والضغط وبيقلل الطاقة السلبية اللي بتكون عندك. وطبعا للناس اللي عندها عقدة الخواجة وما بتقبلش غير بمقالات بالانجليزي، فادي اهو يا سيدي مقالة بالانجليزي عشان عقدة الخواجة اللي عندك تهدى شوية. والفكرة اصلا ان الصورة اللي هي بالعربي او اللي هي بالانجليزي هي من نفس الموقع اللي هو مايو كلينيك ولكنها مترجمة للعربي. ولكن عشان نراضي بس الناس اللي بتتكلم انجليزي واللي بتقول لك انا ما بصدقش بالمقالات العربية والمقالات العربية دي ما بتكونش فيها افاده ومش عارف ايه، اكيد ايوه في حاجات ما بتكونش فيها افاده، بس مش لازم كل حاجه لازم يعني مقال انجليزي. فكده احنا عرفنا فعلا انه التامل مفيد جدا. يعني ممكن انك تتامل او انك تعمل مديتيشن لمده 10 دقائق هيقلل لك التوتر والضغط وحاجات كتيره قوي. هو فعلا حاجه مفيده مش حاجه مضره زي ما انت طالع تدعي يا استاذ توماس وانها كدبه ومش عارف ايه. هقول لك انا حلوه قوي يا سيدي، انا مش بحب التامل، انا مش بعرف اتامل، بس لو بحب ان انا بخفف الضغط والتوتر اللي بيكون عليا بحب ان انا بتمشى، فبالتالي الضغط والتوتر اللي بيكون عليا بيخف. لا 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 لا، مستحيل تنجح في حياتك لو انت مش بتتامل، مستحيل انك توصل للثراء والنجاح الباهر وانك ازاي تريح اعصابك وتريح نفسك من كميه ضغط الشغل ده لو انت مش بتتامل. اكيد انت عاوز ازاي تنجح يالا من غير ما تتامل يالا؟ يعني انت عاوز تقنعني ان انا لو ما تاملتش مش هقدر اخفف الضغط والتوتر اللي عليا؟ وعاوز كمان تقنعني انه التامل سر من اسرار النجاح في الحياه؟ اكيد طبعا، ده ايلون ماسك واندرو تيت وايمان جاتزي وكل الناس الناجحه بيتاملوا. فاحنا كده عندنا دليل انه الناس الناجحه بيتاملوا، فاحنا لازم نتامل عشان نقدر ننجح في حياتنا زيهم. يعني احا بجد من كل قلبي احا على الناس اللي هي مفكره التامل سر من اسرار النجاح، والناس اللي هي مفكره التامل هو العامل الوحيد اللي هيقدر يخفف لك ضغطك ويقدر انه يشيل لك التوتر والطاقه السلبيه دي كلها. فاللي عايز اوصله لك في الفيديو ده انه مش التامل هو الحاجه الوحيده اللي هتقدر تخفف لك ضغطك او التوتر اللي عندك. طيب انا بالنسبه لي بحب لو انا كنت متوتر او لو انا كنت مضغوط بحب ان انا بسمع الاغاني اللي هي بيكون لها ريميكس دي معين، واسرح بعدين بخيالي في الاغنيه ان انا فقير، وقت ما يشتغل البارت التاني في الاغنيه ابتدي خلاص ان انا اتحولت لغني وافضل اتحرك في الاوضه كده مع نفسي وبسرح، بحس نفسي كاني موجود في ايديت حرفيا. فهي دي الحاجه اللي انا بستخدمها اللي هي بالنسبه لي انا بتخفف لي الضغط والتوتر. وكمان برضو احيانا بتامل. بتتامل يا ابني؟ انت مش شغال من شويه بتقول انه التامل كذبه وحاطط لي كذبه في الصمنيل وكاتب لي في العنوان كلمه اكبر كذبه ومش عارف ايه وشغال بتحارب التامل؟ ما توقعنيش في كلام انا ما قلتوش. انا مش ضد خالص انك انت تتامل لو التامل ده بيقلل لك الضغط والتوتر اللي عندك، لانه زي لما انا حكيت لك ان انا بتامل اصلا وليا اصلا سنتين بتامل. فابسط مثال المسلمين عندهم التامل فيه شبهه، دورت انا في الموضوع ده لقيت انه في ناس بتقول انه التامل حرام وما ينفعش انك تتامل، ولقيت كمان انه في ناس تانية بتقول انه التامل حلال وعادي انك تتامل. فالموضوع فيه شبهه، الناس مش متفقه عليه قوي اذا هو كان حرام او اذا هو كان حلال. طب ليه انت يا صاحب المسلم تدبس نفسك في حاجه هي اصلا مشبوهه عندك، وناس بتقول دي حلال وناس بتقول دي حرام، وحاجه انت بتعملها وانت مش عارف هل انت بتعمل حاجه غلط ولا انت بتعمل حاجه صح؟ طب ما تروح تسمع يا اخي قران لو القران بيخفف لك ضغطك. ما هي ما لو انت بتسمع قران والقران بيخفف لك الضغط والتوتر اللي عندك، اسمع يا عم قرآن عادي وخليه يخفف لك الضغط والتوتر اللي عندك. روح اتمشى او اعمل اي حاجة انت بتحسها بالنسبة لك انها بتخفف لك الضغط والتوتر اللي عندك. كل واحد فينا بيحب يعمل الحاجة دي بطريقته الخاصة. انا لما بحس ان انا مضغوط ومتوتر بحب ان انا بسمع اغاني، خالد بيحب انه يسمع قرآن، رامي بيحب انه يصلي، مريم بتحب انها تتمشى، طارق بيحب انه يتأمل. كل واحد فينا بيعمل الحاجة اللي بتريحه وقت ما بيحس بالضغط والتوتر الشديد عليه. فما تسمحش النصيحة العقيمة منهم اللي بتقولك السر في التأمل. حرفيا الناس دي بيكونوا مجرد مسوخ من بعض. عارف انت معنى كلمة المسخ؟ المسخ ده اللي هو بيروح بيشوف حد بيتكلم عن تطوير الذات أجنبي مثلا
بيجي بيعبي لك كل اللي هو شايفه عنده من غير اي فهم ومن غير اي وعي. فهي دي الفكره اللي انا عايز اوصلها لك، انه التامل زيه زي اي حاجه تانية بتخفف لك الضغط والتوتر. ومش معنى انك ما تاملتش فانت مش هتقدر تخفف الضغط والتوتر او مش هتقدر تنجح في الحياه. منكم بس يا بتوع تطوير الذات، منكم مني، يا ويلكم يا سواد ليلكم مني. ولا كمان استنى عن الحاجات اللي هكشفها لك والنصايح العقيمه من بتوع تطوير الذات. وفي فيديو كمان هعمله، خليني ساكت عشان مش عايز احرق الفيديو ده بالكلام هنا، فيديو عن اكبر نصبايا وتجاره بالبشر من بتوع تطوير الذات. وانا دلوقتي خلصت الفيديو وهعرض عليك عرض انك لو استفدت فعلا من الفيديو ده عايزك انك تنزل تشترك في القناة دي، لان انا متأكد ان كل فيديو هعمله هيفيدك اكتر واكتر وهيطورك فعلا لقدام، مش مجرد كلام بتسمعه بس كده شكرا وبعدين تقلب على الفيديو اللي بعده. وشايفها صفقة حلوة برضو انك تعمل لي لايك، وعايزك تخمن كده في الكومنتات ان الفيديو اللي انا قلت ان انا هعمله عن بتوع تطوير الذات اللي هو اكبر نصبايا وتجارة بالبشر هيكون عن ايه. عايز اعرف فعلا هل انت هتعرف تخمن الفيديو ده ولا لا، بس على الاغلب انه في ناس كتير هتقدر انها تخمن الفيديو ده هيكون عن ايه. واشوفكم في فيديو جديد، سلام.